وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد هعمل ان شاء الله النهاردة وصفة حلوة قوي. هعمل سمك ماكريل مشوي زيت وليمون مع شوية خضار كده تحفة، جميل جدا. اعمله ان شاء الله بطريقة حلوة قوي قوي، ما بتاخدش اي وقت خالص. يلا بينا نشوف هنعمل الوصفة الحلوة دي ازاي. ويلا بينا على المقادير. معايا سمك ماكريل زي الفل اهو، متنضف وعملت له فتحات عشان التتبيله تخش في كل حته كده فيها وتشرب من التتبيل وتبقى زي الفل. ومعايا كمان عصير ليمون وثوم وفلفل رومي وفلفل احمر، ومعايا ملح وكمون وكزبره وكمان بهارات سمك. مفيش ابسط من كده خالص. يلا بينا بقى على الطريقه. هنحط الثوم مع الفلفل والتوابل وعصير الليمون ونضربهم كويس جدا. وده شكل التتبيله بتاعتنا، ريحتها جامده جدا. وننزل بقى بالتتبيله الحلوه دي. فتحات وفي كل حته، مهم جدا. اخلص وارجع. وادي السمك متبل كويس جدا جدا. هدخله التلاجة يقعد ساعتين كده 3 ونرجع نكمل. هنعمل بقى فرشة حلوة كده تحت السمك تدينا طعم حلو قوي. نحط بطاطس متقطعة بالشكل ده ويكون سمكها رفيع مش تخين عشان السمك ما بياخدش وقت خالص في التسوية. ونحط كمان شرايح طماطم وفلفل، شوية شبت وكمون بودر، ومعايا توم بودر، شوية ملح. ونجيب شرايح الليمون ونحطها على الوش. يلا بينا بقى على الطريقة. هنحط البطاطس ونتبلها الأول بالملح والكمون والثوم البودر، ونقلبهم مع بعض. ونحط عليهم الطماطم والفلفل والشبت ونقلب. هنجيب صينية حلوة كده وندهنها معلقة كده من الزيت، وبعدين نحط فيها كل الخضار الحلو ده. هنجيب السمك الحلو ده
ونرصه في الصينية كده. هنحط عصير ليمونة في بولة عليها شوية من الزيت كده حلوين، ورشة كمون، ورشة من الملح. وتنزلي بيهم على السمك. احلى سمك. وادي الصينية جاهزة. هندخلها الفرن يكون متسخن مسبقا على 180 درجة من فوق ومن تحت. شغلي كده ايه الشعلة اللي فوق واللي تحت. خطيرة. ودي كانت وصفتنا النهاردة، اتمنى يا رب تعجبكم وتنفذوها. كانت معكم مطبخ آية عادل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.